القرآن به مشكلة، تعالوا خلينا نحلها. اخواني لا تتصورون القرآن نفسه به مشكلة، لا، المشكلة بعقول القراء اللي يسيئون فهم هذه الآية. الآية 65 من سورة الصافات المباركة، قال تعالى متحدثا عن شجرة الزقوم: إنها تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. إجوا هنا المستشكلين قالوا كيف القرآن يضرب لنا مثل بشيء احنا ما شايفينه نهائيا؟ أريدكم تركزون وياي أكثر. عندنا الكثير من أنواع التشبيه باللغة العربية، ومن ضمنها التشبيه التخيلي، وهذا موجود في اللغة العربية ومعمول به. أصلا قبل نزول القرآن كان في أشعار العرب الكثير من التشبيهات التخيلية. اكو بيت اصلا مشهور جدا عند الشعراء الفصيحين، طبعا يعرفوا هذا البيت، مشهور جدا: ايقتلني ومشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كانياب اغوالي. يعني هنا الشاعر شبه الاداة اللي يقتل بها بانياب الاغوال. هو منو شايف الغول؟ الغول الكبير هو وحش طبعا تخيلي غير موجود في الواقع، ولكن منو شايفه؟ زين ليش قبلتوا هذا الشعر وهاي الآية القرآنية ما قبلتوها؟ اكو بيت ثاني هم ازيدكم من الشعر، بيت: إني رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا كالسعالي خمسة يأكلن ما في رحمهن همسا لا ترك الله لهن ضرسا. كان العرب وما زالوا إلى هذا الحين، مو بس العرب، كل الناس حتى يخوفون أطفالهم أو حتى يخوفون أعدائهم يستعينون على ذلك بالتشبيه بالأشياء الخيالية والمخيفة مثل الشياطين. فالشيطان له صورة جدا قبيحة وشنيعة في أذهان الناس. هنا القرآن استخدم لهم هذه الصورة القبيحة حتى يشوه لهم ويعكر عليهم يعني كيفية تخيل أو تصور شجرة الزقوم اللي هي في أصل الجحيم. شيء مرعب والله، تشبيه تخيلي ولكن مرعب. يعني يقول القرآن طلعوا الشجرة كأنه رؤوس الشياطين. إذا ردنا نتصور رؤوس الشياطين شلون تكون، فأنت راح تتصور أنه طلع هذه الشجرة هي مثل رؤوس الشياطين. يعني في شيء بصراحة مخيف ومرعب وجدا يعني مشمئز للنفوس. كذلك احنا يعني كعربيين ولغويين إذا أردنا أن نجمل صورة ابننا أو حبيبنا أو صديقنا فنقول له أنت مثل الملاك. وكذلك هذا المعنى وارد في القرآن الكريم: إن هذا إلا ملك كريم. يعني أنتم تقبلون من القرآن يشبه بالملائكة اللي أنتم أصلا ما شايفينها، بس ما تقبلون من يشبه برؤوس الشياطين اللي أنتم هم أصلا ما شايفيها. ما لكم كيف تحكمون؟